النهاردة مش مجرد أكلة، النهاردة حكاية جديدة من مطبخ الحكايات، أكلة بسيطة من غير فزلكة، هنتعلم مع بعض إزاي نعمل أحلى محشي ودجاج بالبصل والبهارات، وهنكتشف أهم الأخطاء اللي ممكن تضيع الطعم وتبوظ الوصفة. لو عايز تطلع بأكلة كاملة ما فيهاش غلطة تابعنا للنهاية عشان دي الحكاية. يلا بينا كده هنعمل معانا الدجاجة بالبهارات. حطينا الطاسة وسبناها تسخن حلو قوي وحطينا معلقتين زيت ومكعب زبدة. دلوقتي هعمل بصلتين، الحجم اللي انتوا شايفينه ده الحجم الوسط ده هقطعه مكعبات كده اهوت. انا مش عايزة مفروض، انا عايزة مكعبات زي ما انتوا شايفين. ايوه بالظبط كده، لان الفراخ اللي بالبصل بتبقى حلوة والمكعبات كبيرة شوية، مكعبات البصل ما تبقاش مفرومة في الكبة. عملنا اتنين كده اهوت هديهم بس تقليبتين كده تشويحة كده، وهبدأ أنزل بالبهارات بتاعتي على طول. معلقة صغيرة فلفل أسمر، معلقتين صغيرين ملح، معلقة كركم، معلقة بهارات فراخ. هديهم برضو تقليبة حلوة كده لغاية لما أشم ريحة البهارات كده. الله، تمام تمام قوي كده. هبدأ أنزل بالفراخ اللي عندي، قطع الفراخ اللي عندك بنزل بيهم كده على البصل، وهبدأ احط نفس البهارات اللي انا حطيتها بس بكميات اقل. نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة ملح، نص معلقة كركم، ونص معلقة بهارات فراخ. حلو قوي. هبدأ ان انا اشوحهم، انا كل ده مولعة على الطاسة، الطاسة سخنة بس وطيت خليتها وسط، وابدأ اشوح الفراخ بتاعتي عشان اديها لون واخليها تاخد من طعم البهارات والبصل اللي انا حطيته. عايزة اقول لكم الوصفة دي جربوها مش هتندموا، بتبقى تحفة جدا. هفضل اقلب لغايه لما اشرب معايا الفراخ بالبهارات. انا حطيت دلوقتي معلقتين خل كبار، دول مهمين جدا انا حطيتهم، مهمين يا جماعه، بيدوا طعم حلو جدا في الفراخ اللي بنعملها على الطاسه كده بالبصل. معلقتين خل كبار. هشوح حلو قوي كده، هحط بقى قطع الطماطم مع قطع اي فلفل موجود عندي حراق. دوت مش حراق، لكن انتوا لو حابين تحطوا اي فلفل سبايسي براحتكم، ده اختياركم. بحط كده على الوش وكده اعتبر الفراخ استوت نص تسوية. تمام كده بظبطه. هحط بقى ايه عشان نسويه؟ هحط 3/4 كوباية مية. تمام كده، لو حابين اكتر يعني اقصى حاجة كوباية. تمام كده الفراخ بتاعتي خلاص ناقص لها 5 دقايق هي كده تمام. الله عليها. يلا بينا هنبدأ حكاية المحشي. بصوا كده وركزوا معايا عشان في كام تكة مهمين. دي الخضرة انا بقطعها الاول، شايفين الخضرة الجزء اللي فوق ده ما يتحطش خالص، انا باخد الورق اللي تحت بس زي ما انتوا شايفين، وبنقطعه صغير كده، حتى لو اتقطع معاكي كبير شوية مش مشكلة، اهم حاجة العيدان احنا ما خدناهاش، العيدان ما تتاخدش يا جماعة. تمام. بصوا بشيل العيدان ازاي، اهم حاجة العيدان دي تتشال اهو، اي عيدان طويلة كده وتخينة بتتشال. بناخد الورق بس، ده مهم جدا لان العيدان بتضايق جدا في الاكل. في ناس متعودين بيحطوا العيدان، انا بصراحة لا، ولقيتها احلى جدا. وخضرة المحشي طبعا احنا عارفين، شبت وبقدونس وكزبرة وحطي، يعني انا بحط 3 حزام بقدونس، 3 حزام كزبرة، 3 حزام شبت، ولو نعناع. الله الله يا جماعة، بس انا ما كانش عندي نعناع بصراحة. بص بنقطع كده زي ما انتوا شايفين الخضرة بس كده تمام قوي قوي. بصوا، بصوا العيدان دي بتتشال نهائي نهائي، صدقوني وجربوها مرة من غير عيدان. بس اولا لازم تبقى الخضرة حلوة كده ومصحصحة معانا. اهو بصوا كده نقطع،
حتى لو اتقطعت معاكي كبير شوية مش مشكلة، العيدان هي اللي بتضايق في الأكل، تمام أوي كده. وباخدها بعد كده باغسلها مرة و2 و3 لغاية لمّا تبقى زي الفل معايا، وبعد كده باحطها في مصفى زي ما أنتم شايفين كده. الرز هنا يا جماعة التكة التانية المهمة جدًا، الرز لازم يتغسل لمّا أكون خلاص هاحشي، لو أنتم بتحبوا المحشي مفلفل يتغسل في وقتها. حطيت 3 بصلات ضربتهم مفروم في الكبة زي ما أنتم شايفين، باضيفهم على الرز بعد ما صفيته حلو جدًا. حطيت الملح بتاعي، باحط ملح وفلفل أسمر وكركم بس. لو عندِك زعتر ضيفي، ما فيش خلاص ما باحطش أي بهارات تانية، وباقلِّب زي ما أنتم شايفين، يبقى الرز بصل، البهارات. أهم بقى تكاية برطمان الصلصة، بتاع 5 معالق معجون صلصة كبار، ضروري، 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 أنا ما باسبِّكش المحشي، ده أهم من التسبيكة. وأقوم واخدة شوية من الخضرة، شايفين الخطوات؟ واحدة، واحدة، علشان كل رُزاية تاخد حقها من كل حاجة، شايفين؟ دي بقى الطماطم الفريش اللي أنا ضارباها، ضاربة تقريبًا بتاع كيلو طماطم فريش، زي ما أنتم شايفين حطيت نُصّه وباقلِّب حلو جدًا. أهم حاجة كوباية الزيت النباتي مش أقل، أنا أحب أدّي له حقّه، كوباية زيت نباتي يا جماعة أو كريستال براحتكم، بس يكون زيت حلو، وأقلِّب. بعد كده حطيت نُص كمية الخضرة، بُصّوا خضرة قد إيه، بتبقى خطيرة، خطيرة. جه دلوقتي بقى دور بقية الطماطم حطيته. تمام كده زي ما أنتم شايفين، وفي الأول أنا كنت حاطة ملح، ده بقية كوباية الزيت، هي كوباية زيت واحدة بس، تمام. بُصّوا بقى خلاص بقى، ده دور إيديّا بقى، لازم أعجن المحشي كإني باعجن عجينة، طبعًا المحشي تحت إيدي مفلفل، بس باشمّع كل رُزاية فيه، بُصّوا خطير، والله عايزة أقول لكم ريحته يتاكل ني. يالّا بينا كده هنبدأ إن إحنا نحشي الخلطة بتاعتنا أهوّة، والفلفل هنبدأ نحشي ونحط إيه في الحلة. زي ما أنتم شايفين كده، أنا ما باتفِسّ المحشي جامد يا جماعة لتحت، ولازم باسيب تَكّة فوق كدهوّة نَفَس في الفلفل أو أي حاجة باحشيها، أهو هاورّيكم دلوقتي كده ما يبقاش للآخر علشان الرز هيكتر معانا زي ما أنتم شايفين، وما باكبسش أوي. وأهم خطوة أهي باورّيها لكم قبل ما أبدأ أرُص المحشي، ورقة زبدة. أيًا كان بقى الحلة بتلزق ما بتلزقش ورقة زبدة. وكان عندي طبعًا الخليط بتاع الكوسة والبتنجان، قلب كوسة وقلب بتنجان، باقوم حاطاهم وحاطة فوق منهم. لو ما عندكيش يبقى ورقة الزبدة هتنهي لِك كل حاجة. بُصّوا أنا بقى بارُص المحشي إزاي، تحفة، حقيقي بيطلع تحفة. ورقة الزبدة بتحميه إنه يتحرق من تحت أو يغمق، بيبقى زي الفل. وبارُص المحشي كلّه زي ما أنتم شايفين. يالّا بينا كده هنحط كوباية شوربة واحدة بس للتسوية، يا جماعة التسوية تبقى على نار هادية أول غلوتين 3، بعد كده نوطّي النار وسط لغاية لمّا باوصل إن أنا موطية كإني على رُز، بتستوي على نار هادية وبيطلع معانا زي ما أنتم شايفين كده تحفة وما فيهوش مَيّة كتير ومفلفل. يالّا يا جماعة اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا. بُصّوا بقى الجمال، وصفتنا الحلوة خلصت، المحشي تحفة اللي ما بيختلفش عليه 2 يا جماعة، وشوية الفراخ بالبصل خطير، شوية شوربة لو موجود. بُصّوا الرز خطير مفلفل، اللي بيحب الرز مفلفل، الرز يتغسل وقت ما نكون خلاص هنعمل المحشي حالًا ويتعمل له الخضرة ويتحشى وعلى النار، اللي بيحب الرز مستوي أكتر من كده ينقعه نُص ساعة. زي ما أنتم شايفين الحاجة طلعت خطيرة، اتبقى معايا شوية رز كده بالبهاريز طبعًا بتاعة المحشي، عملتهم حتى الفلفلتين اللي جنب الرز أنا حشيتهم. الفلفل خطير والأكل خطير، واتفضلوا معانا. أتمنى تكون الوصفة النهارده عجبتكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة واستنوني في وصفة جديدة. كانت معاكم سالي محمد.